السلام مرحبا بكم. هذه أول فيديو لي على الشين يوتيوب متاعي الجديدة. صفونا الفقراوي باش نحاولوا نتابعوا مع بعضنا كل ما يخص الرياضة في العالم وفي تونس، ومع انطلاقي في صفحة اليوتيوب الجديدة الخاصة بي تتزامن مع ترشح المنتخب الوطني التونسي للدور الثاني في كأس العالم للشباب، وكذلك تواجدنا في كأس العالم للشباب لترشح تاريخي وللدور الثاني والترشح لكأس العالم بعد 38 عام. الحقيقة المنتخب الوطني التونسي ما مشاش لكأس العالم هذه. نلقاو روحنا في الأرجنتين، مجموعة ما كانتش سهلة، مجموعة ضمت منتخب الإنجليزي اللي كنا انهزمنا معه في المباراة الأولى 1-0، رغم بعض التحفظات عن المباراة الأولى. المنتخب الوطني التونسي اللي ما بداش المباراة كما يجب، لكن الشوط الثاني والتغييرات اللي الحقيقة نلقاو فيها ديما مشكلة، خاصة مع العقلية التونسية ومع المدربين التوانسة. حتى في الأندية ديما التغييرات في المباراة ديما تكون في أواخر الشوط الثاني، معناتها نبداو نحكيو من دقيقة 70 دقيقة 75، وقتها المدرب يعرف أنه لازم يغير بعض اللاعبين. آه، قدمنا شوط ثاني ممتاز مع دخول الضوي ودخول عديد الاسماء في المباراه الثانيه، والمباراه معناتها اللي كان ينتظر فيها العباد الكل انه باش تكون ترشح للمنتخب الوطني التونسي والانتصار اللي باش يكون في المباراه الثانيه، وذاك اللي صار انتصار 3-0. لكن نفس سيناريو مباراه انجلترا يتكرر في مباراه العراق. شوط اول كان تائه المنتخب الوطني التونسي، الشوط الاول كان قوي للمنتخب العراق، هجمات كثيرة، تسديدات من خارج المنطقة، كرة على القائم. لكن في الشوط الثاني تسجيل الهدف الأول الهدف الثاني ممكن أعطاء أريحية أكثر المنتخب الوطني التونسي اللي شاهدناه. الهدف الأول كان على الجهة اليمنى وين موجود بوشنيبة وكذلك الضاوي والتمريرة والهدف الرائع من سنانة. ثم الهدف الثاني نفس الطريقة على الجهة اليمنى والتوغل وتسجيل الهدف الثاني، والهدف الثالث كذلك كان التوغل على الجهة اليمنى والدخول في منطقة الجزاء والانتصار 3-0. الحاجة الباهية قبل الذهاب للمباراة الثالثة أمام منتخب الأوروغواي أنه في المباراة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي وفي المباراة الثانية أمام منتخب العراق اكتشفنا أنه الحقيقة عندنا حارس مرمى. ممكن الحاجة الباهية باش نخرجوا فيها من الدورة هذه أنك اليوم كسبت حارس مرمى مازال ما عملش 19 عام، إدريس العرفاوي، يبدع في كأس العالم للشباب. الحقيقة هذا اللاعب اللي ينشط في الدوري البلجيكي قاعد يقدم في مستوى ممتاز وممتاز جدا الحقيقة في الدورة هذه. هذاك علاش الصحافة الأرجنتينية كانت تحدثت عليه بعد مباراة أمام الأوروغواي، قال لك الحارس الطائر. وبرشا صحفيين وبرشا آه، فنيين تحدثوا على إدريس العرفاوي كحارس ممتاز. الحقيقة حارس شاب قادم في مهل وقاعد يقدم في مستوى ممتاز. كذلك ما ننساوش شيء من الجبالي، باش نرجعوا على بعض اللاعبين الاخرين. شيء من الجبالي كذلك شفناه كان تواجد مع قائمه المنتخب الوطني التونسي الاكابر في المباريات الاخيره، لكن ما خذاش وقت كافي. اليوم لقوه موجود مع المنتخب الوطني التونسي للشبان وقاعد يقدم في مستوى ممتاز وممتاز جدا الحقيقه. صحيح عنده بعض النقائص كما انه يشد لك برشا الكوره، قاعد يلعب برشا الحقيقه وحده، مش خاصه في المباراه الاولى من المنتخب الانجليزي. كذلك نلقاو الضاوي كريستو الحقيقة مع نقص في عدد المباريات ليه الضاوي، إلا أنه في المباراة الأولى أمام المنتخب الإنجليزي شاهدناه كيف دخل في الدقائق في ربع ساعة الأخيرة، قدم مستوى ممتاز. وكذلك في مباراة العراق كان وراء الهدف الأول هو اللي مر الكرة إلى بوشنيبة اللي حضرها السنانة، وبك الطريقة الفنية يحط الكرة في الشباك. قاعد يقدم في مستوى ممتاز، اقل مستوى يقدمه في المباراه الاوروغواي نعرفه، خاطر كما تعرف لاعب ماهوش قاعد يلعب، قاعد يتدرب فقط، موجود مع الاهلي المصري. فما برشا كلام على امكانيه خروجه باعاره من فريق الاهلي، فما امكانيه برشا عباد تقول لا باش يقعد. ما انت ما زلت اموره ماهيش واضحه. كريستو كذلك اكتشفنا الحقيقه لاعب ممتاز، الحقيقه اكتشفناه منذ باللي بدا يلعب في البطوله الموسم هذا اللي ملعبش برشا مباريات. ممكن المباراه الوحيده اللي عرفته فيها مباراه النجم الذي ساحل الترجي التونسي. شفنا في المباراه الاولى كان يلعب بيفو في مكانه المعتاد امام المنتخب الانجليزي، لكن في المنتخب امام المنتخب العراقي شاهدناه
في محور الدفاع، وكذلك المنتخب الأوروغواي شاهدناه يلعب في محور الدفاع. لاعب ممتاز الحقيقة، مع لاعب عنده بنية جسمانية قوية، لاعب يعرف يلعب بكور بالراس، يلعب مليحة بساقيه، لاعب ممتاز الحقيقة الوهابي. واكتشاف المونديال الحقيقة الأكثرية وأكثرية الأندية وأكثرية المنتخبات تحبذ المشاركة والمواصلة في كوب دو موند. علاش؟ فهم برشا ملاعبية يتم اكتشافهم الحقيقة في الكوب دو موند. يعطيك ديما، يعطي شحنة أخرى للملاعب، يعطي أوبجيكتيف آخر للملاعبي، يعرفك على برشا ملاعبية الحقيقة اللي ماهيش معروفة، كيما إدريس العرفاوي، حارس توب الحقيقة، حارس توب توب توب، شابو ليه الحقيقة. هذه قوة التعلم، وقوة التمرين، وقوة التدريب وسط الأجواء الممتازة. احنا عندنا حارس كيفه الحقيقة، أيمن دحمان، واللي ممكن ما قعدش برشا على ذهابه للدوري السعودي، ينتظر في نهاية الموسم هذا باش يكون موجود في الدوري السعودي. الحقيقة كنت نخير معناتها من دحمان البقاء في النادي الصفاقسي او الذهاب لدوري اوروبي. فما برشا كلام على امكانيه وجوده في الدوري البرتغالي، لكن ما كانتش صحيحه على المعلومات اللي كانت موجوده. لكن الحقيقه خيرت، والا كان ينجم يبقى في السي اس اس ونعرف. والحقيقه خروج ايمن دحمان باش يعطي بليس اخرى للسي اس اس، لاكتشاف الحقيقه بعض الحراس. نعرفوا السي اس اس منبع حراس المرمى في تونس، فما دحمان وكذلك قالول الحارس الكبير الحقيقه، قالول اللي قعد برشا في السي اس اس، وديما كل الحراس ديما تجي وياخذوا له بلاصته، ديما هو موجود على بنك البدلاء. ونشاهدوه يشارك في بعض المباريات وقت كان رامي الجدي، وقت يصيب رامي الجدي يلعب قالوا له، الا في الوقت الحالي كيف يصيب ايمن دحمان كان يعوضوا قالوا. فما كذلك صبري بن حسن، حارس ممتاز الحقيقه عند النادي الرياضي الصفاقسي، شابو با للسي اس اس والعمل الحقيقه اللي قاعدين يخدموا فيه. هذا بالنسبه. تقعد توا مباراه تونس البرازيل، الحقيقه مباراة باش تكون صعبه. فما بعض الغيابات، الوهابي ماهوش لاعب، فما بعض الغيابات اللي باش تكون موجوده كذا المنتخب الوطني التونسي امام منتخب البرازيل. حاجه باهيه، نتصور انه الحقيقه قادرين على تجاوز منتخب البرازيل، خاطر نعرفوا المنتخبات الشبان ما ف... ماهيش مشكله اسماء منتخبات. معناتها كيف تجي معناتها في كاس العالم السنيور الاكابر، كيف تقول مثلا المنتخب البرازيلي، المنتخب الفرنسي، المنتخب الاورجواي، الانجليزي اللي الحقيقه كنا لعبنا ضده في كاس العالم 2018، وشفنا معناتها المنتخب الوطني التونسي ولا انهزم في اخر الدقائق. هزيمه من المنتخب الاورجواي كاسحه شويه الحقيقه في الدقائق الاخيره، وضربه جزاء قاسيه شويه كانت الحقيقه الهزيمه الاخيره من المنتخب الاوروغواي. لكن امام المنتخب البرازيلي نتصور انه المنتخب الوطني التونسي باش يقدم مباراه ممتازه، ممكن باش يواصل على نفس اللعب ونفس مستوى اللعب ونفس طريقة اللعب من منتخب الأوروغواي. وشاهدناه في 3 مباريات، معناتها نستناو الفريق هو اللي يهاجم، ثم نلعبوا على الهجمات المرتدة، نلعبوا على سرعة الضاوي وشيء من الجبالي. وكذلك سنانا ممكن في مباراة الأوروغواي ما شاهدناش سنانا، شاهدنا عثمان. معناتها قادرة، عندنا اسماء قادرة انها ممكن لما لا معناتها الحقيقة الانتصار المنتخب البرازيلي، ثم المرور للدور القادم في كأس العالم. الحاجة اللي ممكن تبقى، هل كان ترشحنا للدور القادم؟ هل باش نواجه معناتها الأكثرية المنتخب الإسرائيلي هو اللي باش يتأهل؟ هل باش سنواجه المنتخب الإسرائيلي أم لا؟ الحقيقة نتوقع راي معناتها، وكل حد ورايه في اللقطة هذه معناتها نقول نلعبوا لهم نترشحوا احنا عليهم معناتها عادي. نجم زاد كيف نجم يقول لك كلام نلعبهم، مش باش ما مش نقعدوا معناتها ديما رانا احنا ما نستعرفوش بهذه الدولة كأنها دولة موجودة. اني معهم زاد هذوكم الحقيقة في نفس مع نفس الكلام. ما تشاهدوا معناتها، شوفوا واش باش يصير. معناتها المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البرازيلي غدوة كما قلنا مع 6:30 بتوقيت تونس، ثم نشوفوا كي روحنا كان ترشحنا نعرفوا بعد قرار الجامعة التونسية لكرة القدم كيفاش باش يكون. هذا كان أول فيديو ليا كما قلت لكم على صفحة اليوتيوب. قل لكم كان حاجة برك فعلوا الجرس الحقيقة ما نعرفهاش. المهم نسمع ديما يقولها
فعلوا الجرس، ابوني، وجيم. وكان عجبكم الفيديو بعض التعاليق، كان مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع اخرى. كذلك تنجموا الفيديو باش تلقاوه على الفيسبوك، كانك تتفرج عليه على الفيسبوك كومنتير وبارتاجي. وجيم وكان تتفرج عليه على اليوتيوب تحط ابوني، جيب كومنتير وتفعل قرص الجرس. وكان تتفرج معي على التيك توك اعمل فولو واعمل بارتاجي واعمل قلب باش يبقى الفيديو مسجل عندك وترجع له وقت ما تحب. مازال عندنا باش يكون عندنا فيديو ان شاء الله بعد مباراة تونس والبرازيل، وكذلك مازالوا عندنا برشا فيديوهات اخرين باش نحكيو فيهم في صفحة اليوتيوب، صفحة صفوان الفقراوي. نقعدوا ديما معاكم وديما مواكبين الرياضة باش نحاولوا لين نكملوا كأس العالم. باش نرجعوا بعد نحكيو برشا مواضيع على البطولة التونسية. كذلك باش نحكيو على كرة القدم في العالم، كرة القدم في العالم برشا مواضيع. كما تعرفوا منتخب الوطني التونسي نصر قرطاج، علاش اسمه نصر قرطاج ومنين جات تسمية نسور قرطاج باش تكتشفوها معايا في قادم الحلقات. باي باي.